رأيكم الخطة نجحت يا جماعة؟ الخطة نجحت يا جماعة. وقعت بقى. رايحين نأجر عجل كلنا، ولسه واحنا في الطريق شفنا ايه حمودي؟ شفنا عقرب كبير. لا جدا. هوريهولكم. لا ده وسط. وسط؟ وسط. هوريهولكم بقى في بقية الفيديو. بس او احنا في الطريق بقى زي ما قلت لكم شفنا العقرب، ودلوقتي هوريكم بحيرة البط. تعالوا نشوف بقى بيعوموا ازاي معانا. يا خلاصي. سقفي يا نيلي، سقفي كده. بصوا يا جماعه بتعوموا ازاي. بصوا بتعوموا ازاي. بصوا اول ما ينزلوا هيرفعوا رجليهم لورا. بصوا لولي. دلوقتي بقى وانا على العجله مش قادره اخد نفسي. لولي مش قادره اخد نفسي. بقالي اسبوعين مش بروح الجيم، فمقصر بقى على اللياقه، مش عارفه اعمل ايه. فدلوقتي مش قادره اخد نفسي خالص، بقول لهم ده كارديو. فدلوقتي بقى هنكمل بقيه الفيديو لما نشوف هنعمل ايه. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشجعونا باي كلمه، وتقولوا لي بتحبوا العجل زيي ولا لا. بدلت بقى دلوقتي العجله مع اختي. بصوا هي راكبه عجله عامله ازاي. بصوا فانا هسوق من قدام اهو. بصوا هسوق ازاي. بصوا يعني انا بحرك العجله اهو. بصوا اسوق ازاي. هيوقعني. دلوقتي بقى خلصت العجل خلاص، وجايين عند البسين اللي فيه الاكوا، بس للاسف هي لسه ما خلصتش، فتعالوا نشوفها مع بعض. بصوا للاسف بقى احنا هنمشي وهي لسه ما خلصتش، فان شاء الله لو لينا نصيب ولينا عمر هنيجي هنا تاني، بس نشوف امتحانات اياد وكده، فمش عارفه بقى هنشوفها السنه دي ولا هنستناها السنه الجايه ولا ايه اللي هيحصل. قولوا استنى، قولوا لي بقالكم قد ايه ما ركبتوش عجل؟ انا بقالي سنه. وانتي؟ 10 سنين. بركب العجله بتاعت البيت بس، اللي هي بتاعت الرياضه يعني. طب المفروض لما تركبي عجله الرياضه تعرفي تسوقي. بقالك قد ايه ما ركبتهاش الحقيقه؟ بتكذب. 2 سنين. ده انا بقى عشان بقالي اسبوعين متاخره على الجيم، مش قادره اخد نفسي. لا بس انا ما تعبتش منها، ما تعبتش كسواقه. كراسي بس صعبه. كراسي صعبه. لا بجد العجل فظيع، ممتع بالذات العجله الكبيره زي ما قلت لكم سوقتها ازاي، فظيعه. عجلتي ماما كانت هتأجر عجل، ما اجرتيش ليه؟ انا عمري ما ركبت عجل. عمرك ما ركبتي عجل؟ والله تيتا ركبت عجل وماما ما ركبتش. عمري ما ركبت العجل. امال هي قايله لي لا ماما هي قالت لي هتأجر. امال ايه؟ رجعت في كلامها، خافت او ضحكت علينا. هي مش واخده زمان بالي. بقى لما كنا بنروح البحر ماما صراحه والله العظيم انا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده، بس هحكي لكم تاني بمناسبه ان احنا جينا هنا المصيف. ماما كانت زمان والله العظيم احنا كنت انا وساره وامنيه وكده، كنت انا واخواتي بنروح البحر الصبح، نفضل قاعدين من الصبح والله العظيم يا جماعه، اول ما بنصحى من النوم لغايه لما البحر يشطب خالص، واحنا في البحر لغايه لما نسود، يعني مش عارفه اقول لكم لون ايه، اسود. وماما يا عيني متذنبه بسببنا وقاعده قدامنا على البحر عشان خايفه علينا حد يغرق، حد يحصل له حاجه. وكنا اول ما نطلع مثلا على الشط شويه تلاقي ماما بتجري ورانا بالسندوتشات. دلوقتي احنا بنعذب عيالنا ما تخليهمش ينزلوا اصلا البسين غير نص ساعه. النهارده نزلوا قد ايه؟ نص ساعه. اشرب ميه هتقع عليا.
نص ساعه، نزلوا البسين نص ساعه هم شفنا والبحر ايه، البحر ما نزلوش اصلا، فعذبناهم اخر عذاب. فبجد شابوه لامهات. سنة بقول لك ايه، اسراء فاشله قوي. فين؟ ها؟ بصوا بقى، ده البسين بتاع المرحله الاخيره. حتى لسه مفيش حد سكن قوي يعني. بصوا مش عايزه تاكلي؟ معرفش ايه اللي جايبها دي، الصحراء دي خايفه. بتعمل استرتشات يا جماعه. النافوره اللي هي الراقصه بس مش شغاله بقى دلوقتي. واللي هناك ده عامل زي الستيج صح؟ اكيد هيعملوا هنا حفلات. بصوا المرحلة الثالثة، وده البسين بتاع المرحلة الثالثة. بس المرحلة الثالثة فيها 2 بسين، ده أول واحد وفي واحد تاني قدام هوريهولكم. هو عشان بنعمل كيكة هنا كتير، فبناكل بقى كل شوية كيكة. يلا الصوت هتقطع. فأنا عاملة كده بقى، باكل بعد ما اطلع من البحر على طول. بصوا بقى، انا قلتلكم ان المرحلة الثالثة فيها 2 بسين بس، لكن اكتشفت ان فيها كام بسين؟ ادي 1 2 3 4 بسين. 4 مش 2 بس. المرحلة الاولى فيها 2 بسين، والمرحلة التانية اللي هي بتاعتنا فيها بسين واحد بس، والمرحلة الثالثة فيها 4. ده وده واللي انا صورتلكم قدام يعني. بصوا ده في واحد اهو، والتاني في واحد هناك اهو، شايفينه؟ بس في واحد منهم معمول للاطفال بس تقريبا. ده ماشي، تعالى هنعمل فيهم مقلب دلوقتي. استنوا، انا مش عارفه هم راحوا فين، فهعمل فيهم مقلب دلوقتي. استنوني، هصور بس من غير فلاش عشان خاطر ما يعرفوش انا فين. استنوا. بصوا احنا دلوقتي مستخبيين. استنوا نسيب العيل تعدي، واحنا دلوقتي مستخبيين. انا اسفه على الضلمه عشان خاطر هاخدهم دلوقتي. استنوا، انا واقفه هنا. انا مش عارفه هما راحوا فين، فهناخدهم وهوريلكم. هما لسه هناك. بصوا ادم اهو، شايفينه؟ ده ادم اهو. اول ما يجوا هاخدهم لكم. جايين اهم جايين. مش شايفينهم اصلا. ايه رأيكم؟ الخطة نجحت يا جماعة، الخطة نجحت يا جماعة.
بصوا يا جماعه، بصوا عدي امشي. بصوا القطه ماشيه معانا. بصوا اول ما بناخد بالنا مثلا ان هي ماشيه جنبنا، بص 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 اول ما تاخد بالها بص بصوا ماشيه ورانا. استنى بص بقى عامله ايه. احنا دلوقتي داخلين على الشاليه بتاعنا. بصوا قعدت اهي، بصوا وقفت ماشيه معانا يا عم. بص. طب بصوا همشي هتمشي معانا. بصوا بصوا شايفين؟ بصوا ماشيه معانا. لا يا حبيبتي تعالي يلا اوعي تدوسي على ديلها. ودلوقتي بقى انا في المطبخ واتدبست ان انا اعمل كيكه، فعملت 2 مفاجاه ليهم وعملت لهم واحده مفاجاه خطيره. تعالوا اوريها لكم. ودي بقى الكيكه اللي بالشوكولاته. عملت الصوص الشوكليت وحطيته في الفريزر وانا بصبها هصور لكم. وهنا بقى خلاص صبيتها ومستنيه اللي في الفرن. دي بقى الكيكه العاديه اللي من غير شوكولاته. استنوا بقى الكيكه اللي بالشوكولاته. ادي بقى الكيك الشوكليت طلع، وده الصوص الشوكليت اللي انا عملته. تعالوا بقى نشوف هو نازل عليها. بصوا تقيل ازاي اصلا، تنزل يعني. بصوا طب هنزله طيب وبعد كده اوريكم. بصوا بقى كلموني بقى عن الحلاوه والطعامه والجمال ده، ايه رايكم؟ بس انا بقى الشوكليت كيك دي مش بقطعها غير لما تبرد خالص عشان الشوكليت اللي فوق تبقى ثابته وتعمل زي طبقه كده، لكن لو قطعتها وهي سخنه عليها الشوكليت هتتشربها الكيكه نفسها، فاهمين؟ هتبقى عامله زي البراونيز كده. فانا لا بحب الطبقه اللي فوقيها تبقى ثابته، فاهمين؟ فجربوها والله حلوه قوي 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 قوي. هبقى اقول لكم الطريقه، ما لحقتش اقول لكم بقى الطريقه وكده عشان انتوا عارفين بقى مستربعه وعشان الوقت وكده. ف ان شاء الله تعجبكم لما اقول لكم طريقتها عامله ازاي. خلصت بقى الكيكه وقاعدين دلوقتي. اوعوا تستغربوا من اللي انا لابساه عشان لابسه طرحه حاجه وده الاسدال اساسا، بس عشان كنت واقفه في المطبخ فمبهدلش هدوم وكده. ماما عايزه اقول لك مفاجاه، في بيضه وقعت في المطبخ اتكسرت. مش مني مش مني، بابا اللي وقعها كسرها. بس انا اتصرفت وحطيت كلور عليها وعلى السجاده. حطيت بقى كلور على السجاده وعلى الارض عشان خاطر ريحه الزفاره، عشان اكتر حاجه. حطيت كلور على السجاده يا ماما، بوظت لك ما باظتش بوظت لك يا ماما السجاده. تبوظ السجاده بس الريحه ما تفضلش. يا سلام. ايوه طبعا الريحه يا جماعه، قولوا الريحه جات لي فكره من فيديو. ايه؟ اكهربك. عايزه تكهربني. انا عايزه اقول لكم ان المرجحه اللي هناك دي اختراع. استني دي اختراع يا جماعه، جوز اختي اخترعها. اقول لكم اخترعها ازاي. ده كان حديد بابا كان حاطه على الشجر ده، شايفينه اللي هو السور بتاع اللي كان حاطه برضه. هو اللي كان حاطه ما طلعش بابا. ماشي. راح كنا احنا نايمين وصحي الصبح، الكلام ده من كام سنه، من 5-6 سنين. صحي الصبح لحم الحديد في بعض، ماشي. ودي ضرفه مطبخ، وعمل اللي تحت بايه؟ حديد برضو. اللي تحت ده ايه؟ حديد واللي هي لوح الخشب، ومن ورا زي ما انتم شايفين اللي هي الحبال بتاعه الغسيل. بصوا دي اختراع. ودي كمان هو اللي اخترعها المره دي. هي مقلوبه على ظهرها. هي كده مقلوبه على ظهرها ولا وشها؟ دي هي كده تقريبا. بصوا هو عاملها ازاي، عاملها زي مركبه. او انا بصوا يا جماعه، دي ينفع تتركب على الوشين. يعني هو عملها، بصوا تحت في عوامات اهي، دي تحت عوامات ماشي، وفوق عليها لوح خشب، وهو غلفها بمشمع وعامل لها جدافات. اسمها جداف. بص هو اللي عامل الجدافات دي، يعني الجدافات دي مش جاهزه، هو اللي عاملها ماشي. وعامل شمسيه. بصوا هو اللي مركب كل الحاجات دي ببعض، عاملها زي المركبه، يعني زي المركبه كده، فاهمين؟ ونزلوا بيها البحر بجد. يعني اختي الكبيره ركبوا هما الولاد ركبوا عليها. عايزه اقول لكم ان الشط كله اتلم عليه عشان يسالوا دي عملها ازاي.
بس اختي بقى اللي ركبتها فبتقول لنا تحفه. زي ما انتوا شفتوا بقى اختراعات اختراعات اختراعات، كل ما يجي هنا يخترع لنا حاجه. يعني احنا كنا جاي وجايب الحاجات دي زي ما صورتها لكم، اللي هي وقعت واحنا جايين على الطريق زي ما صورت لكم، فما كناش نعرف هو يعمل بيها ايه. نمنا وصحينا لقينا عامل مركبه عشان يصطاد كمان من عليها، فمرجيحه ومركبه. وهنا بقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشجعوني. هزعل منكم لو ما عملتوش. باي باي.